لو بس هاي الوصية اخذها اصير اعرف شلون اختار اصدقائي، واصير اعرف شلون اختار الناس اللي لازم امشي وياهم، واعرف صاحبي اللي انا هذا اقول عنه صاحبي، واقول عنه ضلعي، واقول عنه المدري شو يسمونه، اصير اختاره صحيح، صديقي اللي بالمدرسة واللي بالعمل، اي صديق، واعرف اختار صح. هذا الكلام سمعه وياي يا ابا ذر. منو القايل؟ النبي صلى الله عليه واله. يا ابا ذر اذا رايت اخاك قد زهد في الدنيا فاستمع منه فانه يلقن الحكمه. فقلت هسه هنا راح يسال ابو ذر رضوان الله تعالى عليه، راح يسال النبي صلى الله عليه واله. فقلت يا رسول الله من ازهد الناس؟ انت مو توصيني تقول لي اذا شفت اخوك صار، إذا رأيت أخاك قد زهد في الدنيا وظل اسمع من عنده، لأنه ترى يلقن الحكمة، لأنه هذا بعد مو هم الدنيا هم الآخرة، فكلامه كله راح يصير حكم زين. فقلت يا رسول الله من أزهد الناس؟ يا هو أزهد الناس؟ فقال من لم ينس المقابر وترك فضل زينة الدنيا وآثر ما يبقى على ما يفنى. يقول له اللي ما ينسى المقابر، اللي دائما على بال الموت. ما ينسى المقابر مو على بالك تروح تقعد بالمقبرة، لا، هم تزور المقابر، هم دائما انك ما ناسي الموت، بانه انا راح ترى ذاك بيتي، انا مو هذا بيتي، هذا بيتي مؤقت، ذاك بيتي. من لم ينسى المقابر وترك فضل زينة الدنيا، الدنيا كلها زينة، ترك زينة الدنيا وفكر بالآخرة. وآثر ما يبقى عفوا على ما يفنى، يعني خلى الفضل والقيمة الحقيقية الأساسية إلما للباقي مو للفاني. الفاني الدنيا راح تفنى. وآثر ما يبقى على ما يفنى، الما يبقى الآخرة، واللي يفنى شنو هو؟ الدنيا زين. ولم يعد غدا من أيامه، وما يحسب غدا من أيامه، لأنه ما يدري باكر ممكن يظل عدل ممكن يموت. وعد نفسه في الموتى، بأعماله بتصرفه بسلوكه هو يحسب نفسه بأنه بأي لحظة يموت، ما حاسب نفسه من الأحياء. مثل ما قلنا منشورات سابقة، يتمتع، ياخذ من الدنيا، يتمتع بالدنيا ولذاتها اللي بالحلال، اللي هي لما أتزوج، لما يصير عندي أولاد، لما أروح للعمل، لما أدرس، لما كل هاي اجمعهن أنت. المهم حاط ببالي بأنه الدنيا مجرد معبر أعبر بي من هذا الصوب لذاك الصوب. هذا أزهد الناس، اللي هذه صفاته. وإذا عندك صديق بهذه الصفات، خير وبركة. أنت على قولتهم دولة نعمة، خير وبركة، لا تفرط بهكذا صديق. الكلام من كتاب مكارم الأخلاق الباب 12 في نوادر الكتاب صفحة 363 في وصية النبي صلى الله عليه وآله لأبي ذر رضوان الله تعالى عليه. دمتم بخير وفي أمان الله.